لقيته كلمني كتير برضه قوي. ما اعرفش، انا كلمني فوق 20 مره اهو، قاعد هناك اهو. ربنا يستر. يا شيري مالك يا عم، في ايه؟ قلقتنا. 20 مكالمه والوش ده يبقى فيه مصيبه. لا خير؟ لا 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 ان شاء الله خير خير. كلمتنا كتير قوي يا شريف. خير. لا واستجبتوا قوي بصراحه واسعفتوني يعني ورديتوا. معلش كان عندنا شغل ومشغولين، بس ادينا كده بنفسنا. خير ايه؟ قلقان شويه. قلقان من ايه؟ اوعى تكون ناوي ترجع لداليا. لا يا راجل دالية ايه بقى؟ لا سمح الله، ان شاء الله عاوز يرجع لندى، مش كده؟ بجد؟ بصوا يا جماعه، انا مشيت في سكه مش عارف هتوديني فين. يا ابني هتجيب لنا شلل، ما تقول سكه ايه؟ انا طلبت من داليا تقابل ندى علشان ترجعنا لبعض. داليا؟ روح انت اعمل اللي قلت لك عليه وكلمني في التليفون. تمام يا استاذ. فريده، استاذ عمر ازيك؟ انت مستعجله ليه؟ ده لسه بدري قوي على الهوا. انت ما تعرفش احنا عندنا منتج فني جديد قوي، بيزهق ويشخط في اي حد كده. انا كده برضو. يعني مش قوي. ايه عايزني؟ الحقيقه انا كنت عايز اقول لك يعني احيانا كده الانسان بيقابل حد يعني بيحس معاه انت فاهمه عايز اقول ايه؟ وبعدين؟ وبس يعني فلما بيقابل حد فبيحاول يغير من نفسه ويشتغل على نفسه، يعني حاجات يعني حاجات شبه كده. يعني انت حاسه انا قصدي ايه ولا مش فاهمه؟ استاذ عمر انا مش فاهمه اي حاجه في حقيقي. الحقيقه ولا انا كمان. يا ريت بس لو توضح اكتر عشان افهمك يعني. ما هو انت بصي بتفصليني، يعني انا كل ما احاول اركز في الكلمتين بتفصليني. انا اسفه، انا هسكت خالص. اتفضل اتكلم. صراحه انا اول مره اتعرض للموقف ده، يعني حاسس ان انا متلخبط كده ومش مجمع كلامي خالص. خد وقتك براحتك خالص، بس يا ريت بس قبل الفجر عشان عندنا هوا. اهو شفتي بقى، اهو طيرتي الكلام من دماغي تاني والله. طيب لما تفتكر بقى بقول لي، انا قاعده هناك. فريده، ايوه. انا بحبك وعايز اتجوزك. ايه ده؟ فكري كويس، ولو رفضتيني يعني يا ريت ما تساحليش بقى عشان برستيجي في المحطه وكده. ماشي؟ موافقه؟ موافقه. انا بقى مش موافق. ايه الرخامه دي؟